عمرك حسيت فجأة إنك عشت اللحظة دي قبل كده؟ موقف بيحصل قدامك ومع إنك متأكد إنك أول مرة تشوفه، اللي إن جواك إحساس أو إنك مريت بيه قبل كده. الإحساس الغريب ده مش بيجي الناس قليلة، بالعكس ملايين من البشر حول العالم مروا بنفس التجربة، والظاهرة دي العلماء بيسموها الديجافو. لكن يا ترى إيه هو السر اللي وراها؟ وليه عقلنا بيخدعنا ويدينا إحساس إن الزمن بيتكرر؟ وهل الديجافو مجرد ظاهرة طبيعية ولا علامة على الإصابة ببعض الأمراض؟ بس قبل ما نبدأ، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أغلب المشاهدين بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يحطوا لايك. ادعمنا بلايك وشير الفيديو. الديجافو كلمة أصلها فرنسي ومعناها شهد من قبل. مجرد الاسم بيكشف طبيعة الظاهرة، لأنها ببساطة بتخليك تحس إنك شايف مشهد مألوف. العلماء لاحظوا إن الظاهرة دي مش مشهد نادر زي ما البعض فاكر. في تقديرات بتقول إن أكتر من نص البشر مروا بيها على الأقل مرة واحدة في حياتهم. يعني لو بصينا لعدد سكان العالم هنلاقي مليارات الأشخاص شاركوا نفس التجربة. الغريب إن الظاهرة دي مرتبطة بالعمر. الأطفال تحت سن 8 سنين نادر جدا يحسوا بيها، لكن مع بداية المراهقة الإحساس بالديجافو يبدأ يظهر تدريجيا، وفي العشرينيات بيكون في ذروته، وبعد كده يقل مع التقدم في السن، لدرجة إن كبار السن في السبعينيات أو التمانينيات بيلاحظوا إنها بتختفي تقريبا. وده خلى الباحثين يربطوا الظاهرة بالنمو الدماغي. في مرحلة الطفولة الدماغ لسه في بداياته، وفي سن الشباب نشاط المخ بيبقى في أعلى مستوياته، لكن مع العمر الطويل يبدأ نشاطه يقل تدريجيا والديجافو كمان يختفي. لكن السؤال اللي بيشغل الكل، ليه بنمر بالديجافو؟ في البداية بعض العلماء ربطوا الظاهرة دي بحالات معينة زي الصرع. لاحظوا إن الأشخاص اللي بيعانوا من نوبات صرع بيتعرضوا للديجافو بشكل متكرر. كمان في أنواع أدوية بتزود الإحساس عند مستخدميها، وحتى الناس اللي عايشة تحت ضغط وألم مستمر بيكونوا معرضين أكتر للمرور بالظاهرة. بس هنا بيجي سؤال منطقي، طيب والناس العاديين اللي لا عندهم صرع ولا بياخدوا أدوية ولا عايشين في ألم مستمر، ليه برضه بيحسوا بالديجافو؟ الحقيقة إن الظاهرة دي مش مرتبطة بس بالمرض أو الدواء، الموضوع أعقد من كده بكتير. العلماء بدأوا يدوروا على تفسير أعمق داخل الدماغ نفسه، وواحدة من النظريات المشهورة بتقول إن السبب بيرجع للمعالجة المزدوجة. اللي بيحصل إن المخ بيخزن الأحداث في مكانين، ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى. ساعات بيحصل خلل في التزامن بين الاتنين، المخ بيغلط ويسجل الحدث الجديد كأنه ذاكرة قديمة، وبعد لحظة يعيد تسجيله تاني كأنه حاجة لسه حاصلة. الخلل ده بيخلي الواحد يحس إنه عاش الموقف قبل كده. لكن تفسير المعالجة المزدوجة مش الوحيد، في كمان نظرية بتتكلم عن الألفة. الفكرة هنا إن المخ أحيانا بيشوف حاجة جديدة لكن يربطها بحاجة قديمة مألوفة بالنسبة لك. يعني المشهد الجديد بيشبه موقف من زمان محفور في ذاكرتك، عقلك بيربط بين الاتنين ويحسسك إن اللحظة دي اتكررت، مع إن اللي حصل بسيط جدا، شكل مألوف رجع صورة قديمة من ذاكرتك. لكن المدهش إن مش كل المواقف بتتفسر بالألفة. في مواقف بتحصل لأول مرة في حياتك ومع ذلك تحس بالديجافو. العلماء شافوا إن المواقف دي لها تفسير تاني. الموضوع هنا متعلق بالإشارات العصبية اللي بتنتقل من العينين للمخ. المفروض إن العينين يبعتوا نفس الصورة للمخ في نفس الوقت، لكن ساعات بيحصل خلل بسيط، عين تبعت أسرع من التانية. المخ بيستقبل الصورة الأولى وبعدها بلحظة صغيرة جدا بتوصل الصورة التانية، فالمخ بيتعامل مع الأولى كأنها ذكرى قديمة والتانية كأنها اللحظة الحالية. الخدعة دي تخليه يحس إن المشهد اتكرر، فتفتكر إنك عشت اللحظة دي قبل كده مع إنها بتحصل لأول مرة دلوقتي. وده بيوضح قد إيه الدماغ حساس لأي اختلاف في التوقيت حتى لو بجزء من الثانية. مع كل التفسيرات الغريبة دي العلماء ركزوا على سؤال أهم، هل الديجافو خطر على الصحة ولا لأ؟ الإجابة ببساطة لأ، هو مش مرض. الديجافو في أغلب الأحيان مجرد ظاهرة طبيعية بتحصل لأي إنسان عادي، ممكن تمر بيها مرة أو مرتين في الشهر أو حتى كل فترة طويلة، والموضوع بيختفي لوحده من غير ما يسبب أي أثر. لكن لو الإحساس ده بقى متكرر بشكل مبالغ فيه أو بيحصل بشكل يومي، ساعتها لازم تاخد الموضوع بجدية، لأن التكرار الكتير ممكن يكون إشارة لخلل في نشاط المخ
في بعض الحالات النادرة بيكون الديجافو مرتبط باضطرابات زي الصرع أو مشاكل في الفص الصدغي. العلماء لاحظوا إن مرضى الصرع ساعات بيحسوا بالديجافو قبل نبض الصرع مباشرة، وده خلى الأطباء يدرسوا العلاقة بين الظاهرة والنشاط الكهربائي في الدماغ. ومع ذلك ده ما ينفيش إن غالبية الناس اللي بيحسوا بالديجافو بيكونوا أصحاء تماما. يعني باختصار، الظاهرة في العادة مش مقلقة، لكن لو زادت عن الحد لازم استشارة طبيب متخصص. في عوامل كتير بتخلي ظاهرة الديجافو تحصل بشكل أكبر وأوضح. أول عامل هو التوتر العصبي. لما تكون تحت ضغط كبير أو ذهنك مشغول بأكتر من حاجة في نفس الوقت، مخك ممكن يخلط بين الإشارات ويخلق الإحساس ده. كمان قلة النوم بتلعب دور مهم جدا. الدماغ محتاج يرتاح عشان يقدر يعالج المعلومات بشكل طبيعي، لكن لما تسهر أو تنام ساعات قليلة المخ بيتلخبط في تسجيل الأحداث، وساعتها إحساس الديجافو بيظهر بسهولة. في برضه عامل مرتبط بالتكنولوجيا. الاستخدام المبالغ فيه للموبايل قبل النوم أو الجلوس لفترات طويلة قدام الشاشات بيأثر على الساعة البيولوجية للجسم، اللي بدورها تأثر على نشاط المخ وطريقة تخزين الذكريات، وده بيخلي الإحساس بالديجافو يظهر بشكل أكتر. كمان السفر والانتقال من مكان للتاني بسرعة ممكن يخلي الظاهرة دي تحصل، لأن الدماغ بيتعرض لكم هائل من المعلومات الجديدة في وقت قصير، وساعات مش بيلحق يميز بينها، فيديك إحساس إنك شفت المكان ده قبل كده. ومن الغريب إن الدراسات لقت إن الشباب هم الفئة الأكثر عرضة للديجافو، والموضوع بيقل تدريجيا مع التقدم في العمر، وده بيرجح إن الظاهرة مرتبطة بسرعة معالجة المعلومات في المخ، واللي بتكون أقوى عند صغار السن. في النهاية الديجافو مش لغز مرعب زي ما ناس كتير متخيلين، هو مجرد إشارة إن المخ ساعات بيخدعنا ويخلينا نصدق إننا عشنا لحظة قبل كده وهي لسه بتحصل دلوقتي. العلم لحد النهاردة ما قدرش يدي تفسير واحد نهائي للظاهرة، لكن الأكيد إنها مش خطر على حياتنا ولا مرض خطير. هي مجرد خلل بسيط في طريقة دماغنا لمعالجة الذكريات والمعلومات. الظاهرة دي بتفكرنا قد إيه العقل البشري معقد وغامض، وإنه لسه فيها أسرار كتير جوانا محتاجين نفهمها. هي لحظة غريبة وقصيرة لكنها بتخلينا نسأل نفسنا، هو احنا فعلا عشنا المشهد ده قبل كده ولا مجرد تهيؤات؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. استنونا في فيديوهات تانية علشان نكتشف مع بعض ألغاز أكتر عن العالم اللي حوالينا. شاركونا رأيكم في التعليقات، ايه أكتر حاجة عجبتكم في موضوع النهاردة؟ ولو عندكم موضوعات غريبة أو أسرار تاريخية عاوزيننا نحكيها اكتبوها في التعليقات. ولو لسه جديد في القناة ادخل شوف الفيديوهات القديمة هتلاقي مواضيع كتير هتعجبك. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.